عليك. لم اسمع. حرام عليك. انا متابع دقيق، متابع حرام دقيق. عليك. ده احنا كان عندنا وزير التخطيط هنا وقال ان احنا ديوننا كذا يعني ومشاكلنا كذا وممكن نروح لمشكله كبيره. انت حضرتك كنت تترك الدكتور رشاد يتحدث بحريه. نعم. مش عارف حضرتك بتقاطعني ليه؟ لا انا بقطعك عشان اصوب بس فكره ترتيب الارقام عند حضرتك. يعني هل الارقام دي انت مطمئن لها تماما ولا لا؟ انا ما اقوله صواب ولا يحتاج الى تصويب، وهذه وجهه نظر، والاقتصاديين المحترفين يعرفون دقه ما اقول. اللي انا عايز اقوله ان السنه دي اكبر معدل انتاج قمح في تاريخ مصر كله سيتحقق هذا العام. مقدر ان انتاجنا من القمح لن يقل عن 9 مليون طن قمح، والحكومه جهزت 11 مليار. واستهلاكنا قد ايه؟ من الفلاحين. واستهلاكنا من القمح يعني هننتج 9 مليون، احنا بنستهلك قد ايه؟ وزاره التموين الان تعمل على قدم وساق من اجل انشاء اكثر من 70 صومعه تخزين القمح، لان القمح كان بيستهلك منه اكثر من 30% من الفئران والعصافير، وبالتالي فكل كل المؤشرات تقول ان الاقتصاد يتحسن، انه تحسن بطيء ولكنه يتحسن، ولسنا مقدمين اطلاقا على فور الجياع كما يقول الدكتور رشاد، بل بالعكس الامور تتجه الان نحو الاستقرار السياسي، واعتقد الجانب الامني بيتحسن، ومع الانتخابات البرلمانيه القادمه ستكون هناك حكومه منتخبه تعبر عن اغلبيه برلمانيه حقيقيه، وسنبدا في مشروعات التنميه، وهناك مشروعات كبرى الان تجري على قدم وساق في مصر، زي مشروع تنميه محور قناه السويس او جنوب الوادي. ايوه دي هتاخد وقت، بس انت مطمئن يعني الكلام ده يعني على مسؤوليتك، انت مطمئن فيه للدرجه دي يعني عشان احنا طبعا انا اعرف ما اقول جيدا، ويعني احنا الحمد لله مش مقدمين. هناك اطلاق ان الاقتصاد سيتدهور. نعم هناك مشكلات خاصه بالسياسه الماليه او السياسه النقديه. طيب عايز اسالك سؤال، طب ليه الناس حاسه، ليه الناس مش حاسه قوي بده؟ يعني كتير جدا من الناس بتشتكي من ازمه السولار، وزير الكهرباء بيحذرنا من ازمه كهرباء في الصيف، النهارده حتى قالوا ان احنا هنستخدم الموبايل عشان ننبه الناس ان الكهرباء هتتقطع.